لو حضرتك شغال في البي تو بي وبتعتمد على الإعلانات، أنت مش هتعرف تبيع. قبل ما اجاوبك على السؤال ده خلينا اجاوبك على سؤال تاني خالص، وهو ايه الفرق ما بين الانباوند والاوت باوند؟ الانباوند يا صديقي هو ان العميل هو اللي بيجي لك، سمع عنك، سمع عن البرودكت بتاعك، سمع عن الفاليو بتاعتك، شافك، وثق فيك، فحب ان هو يقدم معاك. طيب ميك سنس كده. هل العميل بتاع البي تو بي، لو انت بتارجت سمول بزنسز، لو انت بتارجت ميد بزنسز، او لو انت بتارجت انتربرايز بزنسز، طيب العميل ده هيقدر يجي يخش لك يبعت لك مسج؟ الماركتنج مانجر، السيلز مانجر، بيرشيزنج مانجر، الاي تي مانجر، البراند مانجر، كل التايتلز دي هتيجي تقدم معاك في فورم او هتكتب لك مسج؟ جاوب انت على السؤال ده. طيب بما انك بقى جاوبت على السؤال، خليني اقول لك بقى الطريقة السحرية اللي تقدر من خلالها تجيب العميل اللي في ايا كان حجم البيزنس بتاعه وايا كانت التايتل بتاعته. العميل ده بنجيبه بطريقة اسمها الاوت باوند. الاوت باوند هو ان انت بتروح للعميل ده، ولكن علشان تروح له بشكل صح والعميل يهتم ان هو يكمل معاك المكالمة او يبدأ معاك اصلا مكالمة او اصلا يرد عليك، هو ان انت تمشي معاه بستبس معينة. لو حابب بقى تتابع معانا الستبس دي، عندك المتابعة، عندك اللايك، عندك سبسكرايب، انتشر في القناة. عايزك تتابعني بشكل اجريسيف علشان المحتوى الجاي هيساعدك ان انت تجيب كلاينتس وتعمل فلوس من السيلز، من غير ما تضحك على كلاينتس، من غير ما تفضل تعمل اوفرز كتير وخصومات كتير للكلاينت. اشوفك على خير الفيديو الجاي. سلام.